بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في قناة تفسير أحلام والرقية الشرعية. النهاردة هنتكلم مع بعض عن رؤية النمر في المنام. هنتكلم عنه بشكل عام، هنعرف امتى بتكون رؤيته محمودة وامتى بتكون رؤيته غير محمودة. أولا رؤية النمر بشكل عام من الرؤى اللي بتدل على تحقيق نجاح، على تحقيق تفوق للرائي. لما يشوف الشخص ان في هجوم من نمر عليه، فاحيانا بيدل على خطر هو هيتعرض ليه في الفترة المقبلة. لما يشوف انه قدر انه يهرب منه، فمن الرموز اللي بتبشره بانفراج هموم وبخلاص من مشاكل. كمان النمر من الرموز اللي بتدل على وجود خصم او وجود عدو. لما يشوف الشخص انه بيقتل النمر ده، فده خلاص من عدو او زوال للخصومة. كمان ركوب النمر من الرموز اللي بتدل على حصول الرأي على وظيفة ووظيفة مرموقة. كمان لو كان هو بيعمل، فمن الرؤى اللي بتدل على ترقية وعلى منصب. اللبن بتاع النمر، لما يشوف الرائي اللبن الخاص بالنمر، فدي برضو من الرموز اللي بتدل على خصومة وعلى خصم. النمر كمان الفتاة العزباء لما تشوف نمر، فمن الرؤى اللي بتبشرها بمكانة هتحصل عليها في المجتمع. كمان من الرموز اللي بتدل على ان هي قوية كفاية ان هي تعمل افعال صعبة او افعال كبيرة، او هتتحمل مسؤولية كبيرة. لما تشوف النمر الأليف، لما تشوف فيه نمر أليف وماشي يعني في طوحها، فمن الرؤى اللي بتبشرها بالزواج، والزواج من شخص هيكون ليه مكانة وهيكون ليه شخصية كبيرة. كمان المرأة المتزوجة لما تشوف النمر، فبرضو من الرموز اللي بتدل على قدوم خير ليها. وكمان لما تشوفه أليف، فده منصب هيحصل عليه زوجها. سماع صوت النمر في المنام للأسف من الرؤى اللي بتدل على صعوبة هيواجهها الرائي في حياته بشكل عام. النمر كمان من الرموز اللي بتدل على قدرة الرائي على تغلب على صعاب أو تغلب على مشاكل أو مشاكل كبيرة ممكن يواجهها. النمر كمان لما يشوف الشخص ان في النمر بيقترب منه، فمن الرؤى اللي بتدل على مشاكل، وفي الغالب بتكون المشاكل دي مشاكل شخصية أو مشاكل عاطفية. كمان الهروب من النمر ده قدرة الرائي على حل مشاكل كان بيواجهها أو مواجهة صعاب كان بيمر بيها. النمر من الرموز اللي بتدل على دخول الشخص في مشروع، والمشروع ده هيحقق نجاح وهيحقق إنجازات. عضة النمر لما يشوف الشخص انه النمر عضه في المنام، فللأسف من الرؤى اللي بتدل على الكرب وعلى شدة كبيرة وعلى مشاكل كتيرة، يمكن هيكون الرائي عاجز عن ان هو يتخطاها او ان هو يحلها. مطاردة النمر برضو من الرموز اللي بتدل على وقوع الشخص برضو في مشاكل. لما يشوف الرجل انه بيلاعب انثى النمر، فمعنى كده ان في امرأة موجودة في حياته. المرأة دي ذكية جدا وقوية جدا، وهو هيعتمد عليها في حياته. كمان النمر الاسود في المنام من الرموز اللي للأسف اللي بتدل على تعرض الرأي للظلم. النمر الأليف من الرموز اللي بتدل على حظ سعيد، على بداية حياة جديدة للرائي، على مناصب ممكن يحصل عليها. كمان الرجل لما يشوف النمر، فبرضو من الرموز اللي بتبشره بخلاصه من مشاكل، من صعاب، بشارة ليه بمكانة هيحصل عليها، سواء مكانة بين الناس أو منصب.
النمر كمان للمرأة المتزوجة بشكل عام برضو من الرؤى اللي بتدل على قدوم مال ليها. كمان النمر الهادي لما تشوف انه داخل بيتها نمر هادي او نمر أليف، فده استقرار في حياتها الزوجية. لما تشوف ان هي بتداعب نمر، فمن الرؤى اللي بتبشرها بالحمل القريب. الفتاة العزباء كمان لما تشوف نمر، فمن الرؤى اللي بتدل على حظ سعيد ليها، وكمان على زواج وعلى سعادة. لما تشوف ان هي بتلعب مع نمر او بتداعب نمر، احيانا بتدل على ان هي هتواجه شخص مقرب ليها او عزيز عليها، هتواجه منه مشكلة او هتواجه منه ازمة. لما تشوف ان هي قتلت نمر، فمن الرموز اللي بتدل على خلاصها من عدو او من مشاكل كانت موجودة في حياتها بشكل عام. كمان من الرموز رؤية الهروب من النمر. لما يشوف الرائي ان هو بيواجه نمر وقدر بسهولة انه يهرب منه. لو امرأة متزوجة وشافت ان هي هربت من النمر، فده خلاصها او حل لمشاكل كانت بتواجهها او خلافات عائلية او زوجية كانت بتواجهها. التاجر او الشخص اللي عنده عمل تجاري او مشروع تجاري وشاف ان هو قدر انه يهرب من النمر، فمن الرؤى اللي بتدل على تعويض خسارة كان هو خسرها. ممكن كمان حل مشاكل، وفي الغالب بتكون مشاكل مالية كان برضو بيواجهها. الشاب او الرجل لما يشوف انه قدر يهرب من النمر، لو كان هو بيسعى لهجرة او لسفر، فمن الرؤى اللي بتدل على هجرته لبره بلده. النمر كمان من الرموز اللي بتدل على لما يشوف انه هرب منها، من الرموز اللي بتدل على حل مشاكل كتير كان الرائي بيواجهها وهيحلها بمهارة وهيحلها ب يعني بسهولة. ده كده باختصار أهم التفسيرات المتعلقة برؤية النمر في المنام. اتكلمنا عنه بشكل عام، عرفنا امتى بتكون رؤيته محمودة وامتى بتكون رؤيته غير محمودة. بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي سؤال او استفسار اكتبولي تحت وانا ان شاء الله هرد عليكم. بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.